أهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنكشف لكم أشهر الفنانين اليهود في تاريخ السينما المصرية. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زرار الجرس علشان كل الجديد يجي لحد عندكم. توجو مزراحي هو أحد أعمدة الفن في السينما المصرية، وهو فنان مصري من أصل إيطالي. اتولد في محافظة اسكندرية وقدم نفسه للفن كمخرج باسم أحمد المشرقي. أنتج مزراحي وأخرج عدد كبير من الأفلام السينمائية الهامة، وكمان قام بتأسيس أول نقابة للسينمائيين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان، وساهم كتير في اكتشاف عدد كبير من المواهب الفنية زي الفنانة ليلى مراد. وكمان أنشأ استوديو سينمائي جهزه بأحدث الأجهزة وقتها، وأسس شركة الأفلام المصرية في اسكندرية. وقام مزراحي بإخراج عدد من الأفلام أهمها سلفني 3 جنيه والساعة وشالوم الرياضي وغيرها من الأفلام. الفنانة كاميليا. ولدت الفنانة كاميليا في اسكندرية لأبوين مسيحيين، إلا أن زوج والدتها اليهودي تبناها وحملت اسمه ديانته، وأصبح اسمها ليليان ليفي كوهين. شاركت في عدد كبير من الأفلام زي فيلم قمر 14 وآخر كدبة والمليونير وبابا عريس وفرقة كاميليا الحياة بعد تعرضها لحادث سقوط طائرة. واتقال وقتها إن الحادث كان مدبر، لأنها كانت بتتعاون مع الموساد الإسرائيلي وهو اللي دبر الحادث. ستيفان روستي. ولد لأم إيطالية وأب نمساوي، كان بيشتغل سفير للنمسا في القاهرة، وعلى الرغم من كده كان بيعشق تراب مصر، ورفض مغادرة مصر ضمن صفوف اليهود اللي سافروا لإسرائيل بعد إعلانها كدولة. قدم ستيفان روستي عدد من الأفلام زي فيلم تمر حنة وقلب دليلي وعنبر وحرام عليك، وكان دايما بيقدم دور الشخصية الشريرة خفيف الظل، وكان بيتميز بأسلوب فريد من نوعه وطريقة نطق مميزة جعلته ما يشبهش حد في جيله. نظيرة سالم. اتولدت لأب لبناني وأم أسبانية. أشهرت إسلامها سنة 1960 بعد زواجها من الناقد الكبير عبد الفتاح البارودي. كانت من ضمن صفوف الممثلين اللي شاركوا بعروضهم المسرحية لجمع تبرعات للجيش المصري. من أشهر أفلامها السبع بنات، ملك البترول، إسماعيل ياسين في دمشق. إلياس مهدب. هو إلياس مهدب ولد لأبوين مصريين، وكان والده من أصول سورية، وعاش في حارة اليهود واشتغل ساعاتي، وكانت دي مهنة والده ومهنة معظم اليهود ساعتها. اشتغل مونولوجيست في الأفراح واتشهر بإتقانه للهجة الشامية، وهو اللي اكتشف الفنانة المعجزة فيروز. له عدد من الأفلام أهمها فيلم عنبر وحلال عليك وحبيب العمر، وتوفى لما كان عنده 36 سنة. راقية إبراهيم. الفنانة دي من أشهر الفنانات اليهود اللي دعمت إسرائيل، وقيل عنها إنها تعاونت مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، والكلام ده أكدته تقارير صحفية على لسان حفيدتها اللي قالت إن جدتها ذكرت الأمر ده في مذكرات كانت بتخفيها. راقية إبراهيم غادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1956، واختارتها إسرائيل كسفيرة للنوايا الحسنة. وبعد سفرها من مصر في ناس قالت إنها استقرت في أمريكا، وناس تاني قالت إنها استقرت في إسرائيل. من أهم أفلامها سلامة في خير ورصاصة في القلب. سلامة إلياس هو فنان كوميدي اتشهر بأداء خفيف الظل. شارك مع فؤاد المهندس في عدد من الأفلام زي فيلم أنت اللي قتلت بابايا وسفاح النساء والعتبة جزاز. ورفض إلياس مغادرة مصر بعد النكسة، وقدم بعدها عدد كبير من الأفلام والمسرحيات. توفى في القاهرة عام 1994 وكان عمره ساعتها 83 سنة. نجمة إبراهيم هي واحدة من أشهر الفنانات اللي أتقنوا دور الشر. اتشهرت بدور ريا في فيلم ريا وسكينة. بدأت عملها كمطربة لحد ما ارتبطت بالتمثيل والعمل المسرحي. قدمت عدد كبير من الأفلام. رجح البعض إسلامها بعد ما انتشرت وثيقة تثبت إنها أشهرت إسلامها، إلا إن البعض قال عنها إنها ماتت يهودية
بعد نكسة 67 قدمت عدد من العروض المسرحية وتبرعت بكامل إيرادات المسرحية لصالح الجيش المصري، وما عملتش زي ما عملت أختها سيرين إبراهيم وسافرت إسرائيل، لكنها فضلت مقيمة في مصر. سيرين إبراهيم هي الشقيقة الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم. بدأت عملها كممثلة وشاركت في عدد من الأفلام زي فيلم ليلى وطاقية الإخفاء. أول ما أعلنت إسرائيل كدولة هاجرت على طول مع اليهود اللي هاجروا، لكنها ما قدرتش إنها تقنع أختها إنها تهاجر معاها. فيكتوريا كوهين كانت بتظهر فيكتوريا كوهين في دور الكومبارس للشخصية اليهودية البخيلة من أشهر أفلامها بين القصرين، أم العروسة، النشال. ماتت سنة 1966 بالقاهرة. صالحة قاسين هي أول ممثلة تقوم بأداء شخصية الراجل على المسرح. مثلت في عدد من الأفلام منها فيلم قلبي دليلي وحلال عليك وبنات حواء، وماتت بالقاهرة. جراسيا قاسين هي شقيقة صالحة قاسين الكبيرة. مثلت عدد من الأفلام أهمها فاطمة وماريكا ورشيل، أحمر شفايف، لعبة الست. هاجرت جراسيا لإسرائيل لكنها ما قدرتش إنها تقنع أختها إنها تهاجر معاها، وماتت في إسرائيل. شالوم هو ممثل كوميدي قدمه المخرج توجو مزراحي، وكان يمثل شخصية شاب يهودي، وكان عاوز يثبت المخرج إن اليهودي إنسان عادي ما فيهوش صفة البخل زي ما هو معروف في مصر. وكان شالوم هو أول ممثل يقوم ببطولة أفلام تحمل اسم شالوم الرياضي وشالوم الترجمان. رفض شالوم السفر لإسرائيل وسافر لروما، وتوفى يوم إعلان دولة إسرائيل عام 1948. إستر شطاح شاركت إستر في عدد من الأفلام منها فيلم تمر حنة وعنتر وعبلة. توفت عام 1972 بالقاهرة.